بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق وسيدهم وسيدنا وسيد ولد آدم أجمعين، نبينا ورسولنا وإمامنا وقدوتنا محمد صلى الله عليه وسلم، الذي بعث الله بين يدي الساعة بالسيف حتى يعبد الله وحده لا شريك له، والذي أوحى له ربه أن يقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله، والذي جعل رزقه تحت ظل رمحه، والذي جعل الذلة والصغار على من خالف أمره. الجماعة بتوع مظهرك مش لائق، هل مظهري لائق كده؟ يعني اللحية دي فرض واجب، يعني حلقها آثم، ولم يستثنى من ذلك أهل السنة إلا ليس بن سعد قال إنها سنة مؤكدة. دي أول حاجة يعني، فده يعني إيه، دي سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فأرجو أن يكون كده يعني إيه الأمور ارتفع من عندكم الالتباس، ويكون مظهري كده لائق بعد ما فهمتوا ده سليم. خلونا بقى في الجد. وليد السعيدان، حقيقة الأمر إن الجماعة اللي بينسبوا نفسهم للسلف دول حقيقة الأمر ما لهمش علاقة بالسلف وخالص، يعني هم إذا كان عندهم جزء أو بعض مما كان عند السلف، هم كسروا مركب السلفية خالص يعني. وليد السعدان بيقول لك أنا في كلام عن تبديع النووي، هل يجوز الخلاف في تبديع النووي أو تكفيره؟ يعني أنا بضيف أو تكفيره، وبيتكلم إن أنا ممكن أعبد ربنا بطريقة وأنت تجتهد بطريقة. ده دين محي بن عربي، وقلبي دير لرهبان ومرعى لغزلان وكعبة وأوسان ومش عارف صلبان، أنا مش فاكر كلامه قوي. أدين بدين الحب أينما رسيت ركائبه، يعني مع كل حاجة ربنا. فده دين محي بن عربي. العبادة توقيفية يا سعيدان، لو ما تعرفش العبادة توقيفية، وقفت خلاص بوفاة الرسول صلى الله عليه وسلم، انزل القرآن والسنة، مفيش عبادة هتخترع، اللي اخترع عبادة يبقى مشرك سليم. دي أول حاجة. وربنا سبحانه وتعالى قال: قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا، إلى أن قال إن هو ولا هيلقي لهم وزن يوم القيامة وأنهم في جهنم. ولو رجعت، لو أنت سلفي حقيقي ورجعت لشيخ المفسرين ابن جرير الطبري والإمام البغوي، هتلاقي إن الآية الأثر إنها نزلت في النصارى الذين أرادوا أن يعبدوا الله فعبدوه على غير الوجهة التي شرعها لهم، فكانوا في النار ومش هيشوفهم ربنا واخسرين أعمالا، زي النووي اللي قال. لأن الكلام بيدور حوالين الحاجات دي، إن يجوز إنك تذبح باسم الرسول طالما قاصد تعظيم الله سبحانه وتعالى، فده داعي للشرك. إزاي تخليه مجتهد في العبادة وتسويه بيا وهو ليه أجر وليه أجر؟ كل الطرق تؤدي إلى روما ولا إيه؟ يعني إيه؟ أنا مش فاهم والله سليم. أو مثلا إن هو بينكر أن الله في السماء، ودي أمور من أصل الفطرة واصل التوحيد، يعني حاجه عجيبه الشكل سليم، ومن اصل الديانه. يعني ايه في اجتهاد في عباده رب العالمين؟ في اجتهاد في عباده رب العالمين؟ طب ما النصارى اجتهدوا وعبدوا المسيح. يعني ايه الجنان اللي انت فيه ده، والتخلف والتردي العقدي اللي انت فيه؟ الحاجه الثانيه ان هو قال العذر بالجهل مختلف فيه. لا، العذر بالجهل عباده الله وافراده بالعباده غير مختلف فيه، لان ده اصلا خروج من الدين. لا يجتمع الايمان والتوحيد والشرك في قلب عبد واحد، يعني لا يمكن ان يجتمعان، ضدان ونقيضات. لا يمكن الواحد يكون بيعبد الطاغوت وبيعبد الله مع بعض. فآية الامر ان اهل السنه مختلفين مع الجهميه ومن تبعهم زي الأشاعرة وغيرهم في العذر بالجهل، إنما المسلمين مختلفين مع الكفار الأشاعرة والجهمية وكثير من المعاصرين في مسألة العذر بالجهل. إنما المسلمين مش مختلفين بينهم في عبادة في العذر بالجهل، لأن العذر بالجهل ده اللي ربنا قال عليه في كتابه المجادلة عن المشركين. ربنا يهديك للإسلام. شكرا لكم يا جماعة.